هي مازدا راحت فين؟ وهوندا وسوبارو، وليه مش بنشوف لكسس كتير في الشارع رغم ان في بي ام دبليو ومرسيدس بالهبل؟ الاجابه في الجمارك. كل العربيات دي بتيجي من دول ملهاش اتفاقيات للاعفاء الجمركي مع مصر، ده غير ان العربيات دي اغلبها مواترها بتبقى كبيره، فلو جت هيبقى عليها جمارك ضخمه جدا، علشان كده اسعارها بتبقى عاليه مقارنه بالعربيات الاوروبي مثلا. بس انا لقيت الحل ان الشركات دي تبقى موجوده بعربيات كهرباء او هايبريد. العربيات دي ما بيبقاش عليها جمارك، بيبقى عليها ضرايب بس، فساعتها سعرها هيبقى منافس وقريب شويه للعربيات الاوروبي. ودي اللعبه اللي لعبتها شركات زي هيونداي وكيا مثلا لما قدموا السورنتو والسانتا في الجداد، جابوهم هايبريد، لان العربيات دي موجوده بمواتير 2400 سي سي وحاجات كبيره، فهيبقى عليها جمارك عاليه جدا. واكيد انا ما اخترعتش الذره، يعني اكيد الفكره دي جت للشركات. هل فعلا الاقبال على العربيات الكهرباء والهايبريد الياباني ممكن يكون قليل جدا لدرجه ان الشركه حتى ما تفكرش تاخد القرار ده؟ بقى اللي عايز اعرفه منك انت.